الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. الاستعلام عن البصمة في المملكة. هنتكلم عن كل ما يتعلق بالبصمة. طريقة الاستعلام عن بصمة مرحل مجهول، كم مدة بصمة مجهول، عقوبة بصمة مرحل مجهول، إجراءات رفع بصمة مرحل، عقوبة بصمة مرحل بلاغ هروب، بصمة مرحل كم سنة للمقيم، كم مدة استبعاد بصمة الحج، ما معنى البصمة محدثة، هل يتم الاستعلام عن بصمة مرحل برقم الجواز في الوقت الحالي، هل يمكن معرفة البصمة بطريقة أخرى بعيدا عن وزارة الداخلية عبر الإنترنت، هل يمكن العودة إلى السعودية بعد انتهاء بصمة مرحل، ما هي شروط تسجيل البصمة، مدة بصمة العين في السعودية، هل يمكن مسح البصمة من الجوازات، هل تم إلغاء بصمة الترحيل للمصريين، كم مدة الترحيل من السعودية، طريقة إلغاء بصمة الترحيل من السعودية، طريقة الاستعلام عن بصمة تسهيل. كل ده هنتكلم عنه. أول حاجة هنتكلم عنها الاستعلام عن البصمة في المملكة. تتوجه إلى موقع أبشر، من أعلى الصفحة اضغط على خيار الجوازات، اختار الاستعلام العام عن البصمة، اختار أبشر أفراد. هيطلب منك إدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف وإدخال كلمة المرور. اضغط على خيار تسجيل الدخول وإدخال الكود اللي سوف يصلك على هاتفك. سوف تقوم بالدخول إلى حسابك، ومن خلال حسابك يمكن استعراض كافة المعلومات والخدمات الخاصة بك ومن بينها البصمة. إذا ظهرت لك كلمة البصمة محدثة فهذا الأمر يعني أن بصمتك تم تسجيلها بالفعل. في حال ظهور خيار البصمة غير محدثة فهذا يعني أن البصمة لم يتم تسجيلها. طريقة الاستعلام عن بصمة مرحل مجهول بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دلوقتي بالظبط عن طريق الجواز. مجهول هي الترحيل الدائم من المملكة والسماح للمرحل بالعودة فقط للحج والعمرة. إجراءات رفع بصمة مرحل: يجب أولا مرور 3 سنوات على بصمة مرحل حتى يستطيع المقيم العودة إلى المملكة، ولكن لا توجد إجراءات لرفع البصمة قبل مرور 3 سنوات، وبعد انتهاء المدة يمكن للمقيم العودة للمملكة بتأشيرة جديدة. هل أصبحت بصمة ترحيل الجوازات دائمة؟ بصمات جواز الترحيل أصبحت دائمة، وجوازات السفر بتقول أن بصمات الترحيل في السعودية تؤدي إلى حظر دائم من دخول السعودية باستثناء الحج والعمرة فقط. عقوبة بصمة مرحل بلاغ هروب تختلف حسب وضع الشخص في المملكة، ومدة عقوبة بصمة الترحيل بتكون عبارة عن بصمة مرحل كم سنة للمقيم. بالنسبة للمقيم مدة انتهاء بصمة مرحل هي 3 سنوات يتم خلالها منع المقيم من دخول السعودية. كم مدة استبعاد بصمة الحج؟ هي 10 سنوات لمن يخالف قواعد الحج. ما معنى البصمة محدثة؟ البصمة محدثة يعني تم تسجيلها في الجوازات السعودية ولا يجب عليك اتخاذ أي إجراءات. هل يتم الاستعلام عن بصمة مرحل برقم الجواز في الوقت الحالي؟ لا يتم الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة الآن، ويجب الآن الدخول إلى حسابك على موقع أبشر الجوازات، ومن ثم إدخال بيانات حسابك بالكامل وإدخال الكود الذي يصل إليك على هاتفك في السعودية، ومن هنا تقدر توصل لكل التفاصيل. هل يمكن معرفة البصمة بطريقة أخرى بعيدا عن وزارة الداخلية عبر الإنترنت؟ إذا لم ترغب في الاستعلام عن البصمة من خلال موقع أبشر عبر موقع عن طريق الإنترنت، يمكنك زيارة الجوازات السعودية ومعرفة حالة البصمة الخاصة بك من خلال أقرب مكتب إليك. سؤال تاني: هل يمكن العودة إلى السعودية بعد انتهاء بصمة مرحل؟ نعم، يمكن للوافد المبعث من السعودية العودة بعد مرور 3 سنوات من المغادرة
أما من يرغب في الحج أمامه 10 سنوات للعودة. ما هي شروط تسجيل البصمة؟ أهم شروط تسجيل البصمة في السعودية: جواز سفر ساري، لابد أن تكون الإقامة سارية، يجب على أطفال المقيمين الأكثر من 6 سنوات الذهاب لتسجيل بصماتهم، يجب على أطفال المواطنين الأكثر من 16 سنة الذهاب لتسجيل بصماتهم. مدة بصمة العين في السعودية: يرتبط طول بصمات العين بإتمام معاملة التأشيرة بمكتب تسهيل، ويمكن تنفيذ نظام تحديد المواعيد من خلال بصمات العين، بحيث يمكن تقسيم شركات التوظيف بالتساوي لمعرفة أن عدد البصمات التي تم الحصول عليها أكثر دقة من خلال كل شركة. هل يمكن مسح البصمة من الجوازات؟ لا يمكن مسح البصمة من الجوازات إلا بعد انقضاء مدتها، والأفضل السؤال في الجوازات بهذا الشأن، لأن التعليمات الجديدة بتنص على أن البصمة دائمة. هل تم إلغاء بصمة الترحيل للمصريين؟ إلغاء بصمة الترحيل للمصريين كان خلال فترة محددة عام 2018، ولكن بعد ذلك عاد العمل بقانون البصمة للمصريين بالسعودية، قانون عادي جدا. كم مدة الترحيل من السعودية؟ الحديث عن مدة الترحيل من السعودية فيه تناقض كبير، وحسب آخر أخبار بصمة مرحل وفق المعلومات الواردة من حساب الجوازات السعودية على تويتر، أصبح الترحيل دائم إلا لمن يرغب في زيارة المملكة للحج والعمرة. طريقة إلغاء بصمة الترحيل من السعودية: لا يوجد طريقة أو وسيلة الآن يمكنها إلغاء بصمة الترحيل، لأن المرحلين الآن لم يعد بإمكانهم دخول السعودية، والأفضل عدم دفع أي أموال لأشخاص لا تثقون بهم بخصوص هذا الأمر. يا رب أكون فدتكم في مجموعة الأسئلة اللي بتسألوا عليها كتير دي، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.